الهامة، والصباح دائما هو صباح موفق وصباح مليء بكل الأعمال الخيرية ومليء أيضا بكل أعمال الخير. وفي المساحة الصباحية دي أنا أسعد جدا أن أرحب بالشيخ محمد الغزالي، وحديث مهم جدا عن الصباح وعن كيف يبدأ المؤمن صباحه. بالتأكيد الأمة الإسلامية هي يعني أمة فريدة ومتميزة أيضا بعاداتها وتقاليدها عن سائر الأمم التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ونحن في صباح سوداني في المساحة الصباحية دي نسعد جدا أن نتحدث في هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ محمد الغزالي. أهلا ومرحبا بك وصباح الخير عليك. الله يسلمك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونشكركم على هذه الاستضافة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. مرحبا بك شيخ محمد الغزالي. وصباح الإنسان المسلم هو صباح مميز وفريد، يعني كيف يبدأ الإنسان المسلم صباحه من الصباح؟ بالتأكيد يعني منذ صلاة الفجر وصلاة الضحى وكل الأذكار وكل أيضا العبادات اليومية بالنسبة للإنسان المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بادئ ذي بدء أعيد وأكرر شكري لكم وتقديري لكم على هذه الاستضافة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. مما لا شك فيه أن دين الإسلام دعا إلى التفاؤل، وأن يكون الإنسان متفائلا في كل شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل. نعم. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. فمنذ أن يكون الإنسان كلامه طيب، وأعظم كلام يتكلم الإنسان به ذكر الله عز وجل، فإنه يتفاءل أن الأمة لا زالت بخير، وأن الناس لا زالوا بخير. ومن قال أن الناس قد هلكوا فهو أهلكهم، أو هو من الهالكين منهم والعياذ بالله. لكننا نرى ألوانا بفضل الله عز وجل من شباب الأمة يعودون إلى دين الإسلام، ويعودون إلى صحوة جديدة ملؤها التفاؤل أن الله عز وجل سيدخل هذا الإسلام كل بيت وبر وشجر وحجر بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر وآله. ولئن تكاثرت هموم الأمة في زماننا هذا من نزف لدماء وأشلاء وغيرها، فإن ذلك لا يدعونا إلى أن نيأس، بل يدعونا إلى التفاؤل أن نصر الله قادم. نعم. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولذلك يبدأ الإنسان يومه في التفاؤل. أول ما يقوم فإنه يذكر الله. نعم. يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يجثم على رأس وقلب العبد وهو نائم، فيقول: يا ابن آدم عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام الإنسان فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انحلت عقدة. فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية. فإذا صلى صلاة الصبح انحلت بقية العقد، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، كما وصف بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن وحال المنافق والعياذ بالله. وأعظم انشراح الإنسان لما يقوم فيكثر من ذكر الله. فقد وصف الله عز وجل حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال عنهم: والمستغفرين بالأسحار. يا الله، الاستغفار له طعم عظيم في الثلث الأخير من الليل قبل صلاة الفجر. ولذلك لما وصف الله حالهم قال عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هم ينامون قليل، ليس كنومنا. قد ينام الإنسان ساعات طويلة لكنه قد لا يستيقظ لصلاة الفجر، لكنهم هم يتقلبون بين خوف ورجاء لله عز وجل، فهم يقومون بين يدي الله في الأسحار ويستغفرون الله عز وجل مما ألم بهم من الذنوب والخطايا. طيب شيخ محمد الغزالي، نحن نشكرك على الكلام الطيب اللي انت قلته للمشاهدين. وبالتاكيد كل انسان بيكون محتاج للاذكار الصباحيه، وايضا محتاج انه يسمع كلام زي كلامك الجميل ده. وبالتاكيد يعني الانسان المؤمن صباحه هو صباح مميز، صباح يعني بيواظبه من خلال الاذكار ومن خلال الصلوات. وانا عايز اتكلم عن اهميه التفاؤل في التوفيق بالنسبه لحياه الانسان. والتفاؤل من الصباح اكيد له تبعات على مستوى بقيه اليوم. وما في شك لما نبدأ صباحنا بذكر الله عز وجل هذا دليل على أن الله عز وجل وفقك
لأن تعمل بداية صباحك عمل يتقرب الإنسان به إلى الله، وأفضل الأجور على الإطلاق. سبحان الله. نعم. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا في أفضل الأجور مثل ذكر الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطائع، ثم ذكر على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، ثم قال: وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. نعم. وفي الحديث الآخر: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ يعني يأتون السباقين يوم القيامة عند الله. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ليعلم أن كل مفتاح يبدأ به بذكر الله فهذا دليل على توفيق الله عز وجل للإنسان. فمثلا خذ على سبيل المثال كثرة الاستغفار، فقد قال الله على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما هي النتيجة